انا اسمي ألفت، عملت عمليه تكميم المعده مع دكتور محمد ابو زيد من 4 سنين. ما كنتش اوفر ويت قوي، كنت الحمد لله كانش في مشاكل، ما كنتش محتاجاها قوي، بس كان الموضوع بالنسبه لي نفسي ان انا جربت دايتس كتير وتمارين ورياضه، بنزل بس مش بحافظ. فكنت حاسه ان العمليه يعني هي الحل. دكتور محمد ساعدني قوي ان هو دايما كان ريتشبل في ال4 سنين اللي فاتوا في اي وقت. حتى لما حملت بعدها وخلفت وعملت كل الكلام ده كنت بحتاج هيز سبورت، وهو كان دايما موجود. جوزي برضو شجعني قوي برضو نفسيا اني ابتدي، وبعد ال3 سنين انا شجعته وهو بقى عمل العمليه دلوقتي. الحمد لله. اول فتره كان في دروب طبعا في الجسم يعني وكده، والخساسين اللي هو الفجأة، بس الحمد لله بالفيتامينز والميه والمشي كل حاجه رجعت طبيعيه تاني، وجبت بقى البيبي والحمد لله كله كويس بعد متابعه التعليمات بتاعه الدكتور محمد. بعد 1.5 سنة من العمليه حملت في ابني التاني. بعد ما وصلت للوزن اللي انا عايزاه، ما كانش ينفع حمل قبل ما نوصل للوزن اللي هو التارجت بتاع العمليه. وقت فتره الحمل كنت واخده بالي قوي من اكلي ومن طبعا فيتامينز معينه، واكلي كان فيري كلين، كان نظيف قوي، كل الاكل الهيلثي. ما تخنتش خالص في الحمل، كله كان الحمد لله مشي سموث، وولدت ورضعت وكل حاجه كانت ماشيه طبيعي الحمد لله. كل حاجه كانت ماشيه الحمد لله نورمال. حتى كان الدكتور اللي كنت متابعه معاه للبيبي قال لي الاكل تمام، ما تقلقيش خالص، البيبي هياخد منك كل اللي هو محتاجه، بس انتي تدخلي الاكل الاختيارات الصح. وخلاص هو عنده 1.5 سنة دلوقتي يعني، فده كان من زمان يعني، بس كله كان ماشي نورمال اند هيلثي الحمد لله. انا عرفت دكتور محمد من واحده صاحبتي، هي قالت لي عليه، وكنت رايحه اعمل عمليه مش التكميم، بس هو كان صريح معايا جدا وقال لي ده مش هينفعك ومش ده اللي انت محتاجاه، واقترح عليا موضوع تكميم المعده. وانا شايفه بصراحه هو ده كان فعلا انسب حاجه، ومشيت مع يعني طلباتي واحتياجاتي وصحتي وجسمي، هو ده كان اكتر حاجه مناسبه. بس يعني بشكر دكتور محمد جدا، هو ساعدني طبعا ان انا ارجع زي ما كنت زمان وافوق لنفسي، وشكرا على ان هو دايما موجود ودايما بروفيشنال وسبورتيف، واي سؤال بساله له حتى في التليفون، في الواتساب، في العياده، في اي حاجه هو جاهز بالرد. فده بيبقى بيطمن العيان انه في حد يعني بروفيشنال متابع معاه، الدكتور نفسه هو اللي متابع معاه يعني. فدي حاجه طبعا هايله جدا، دايما بقولها لكل الناس روحوا له عشان دايما هتعرفوا توصلوا له.